السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا مبسوطين وفي أحسن حال. من كام يوم كده كنت طالبة أوبر وكنت واقفة مستنياه، فلاحظت حاجة غريبة جدا. كان راجل ومراته واقفين جنبي، وطبعا أنا يعني مش هتتلصص ولا هقعد أسرق هما بيقولوا ايه، أسمع يعني هما بيقولوا ايه. لكن كان الراجل واقف جنبي، كان في كشك كده، فهي دي الحتة الضلة الوحيدة. فلاحظت نقاش اعتقد ان هو من اغرب النقاشات اللي ممكن راجل يتناقشها مع ست، يعني حتى لو مراته واخته ايا كان يعني. هيظن البعض ان الموضوع كبير بقى ونقاش بقى، والله العظيم انتوا هتستغربوا. انا كنت واقفه بفتح ازازه الميه، واقفه مستنيه اوبر، وبعدين لقيته بيقول لها بالنص كده: ها وانتي بقى هتروحي هتعملي ايه؟ فيعني الست مقسوفه على عمرها راحت قالت له: هعمل ايه يعني يا ابو ابراهيم؟ هدخل واشوف اللي ورايا. قال لها: لا، هتدخلي بنفس اللفظ كده ونفس النص اللي هقوله لكم. هتدخلي وهتنشري الغسيل بعد ما تغسليه، وبعد كده هتشوفي أوضة الضيوف، وبعد كده هتعملي الغدا، وتخرجي تعملي معرفش تعملي. عمال يقول لها بطريقة انا استغربت جدا. يعني لو هي مثلا كانت عاملة، اعتقد يعني ان حتى لو عاملة هو مش هيملي عليها عملية نظافة، يعني مش هيملي عليها بنفس الطريقة دي وترتيب، لا هو عايز ترتيب الحاجات اللي بيقول عليها. فالست راحت قالت له: يا اخويا ما انا هدخل اعمل اللي انا هعمله، هشوف الشقة عايزة ايه. قال لها: بقول لك ايه، انا مش عايز بهايم، انا اللي بقول لك عليه تعمليه. انا طبعا اتخضيت جدا، وحسيت ان يعني ايه ده. انا كان نفسي اكمل طبعا بقيه الحوار، بس هما بداوا بقى يحصل فيه تشابك وزعيق، وانتي اصلا ما بتفهميش، وانتي من امتى اصلا بتفهمي؟ انتي مخك ده ما فيهوش حاجه، مخك فاضي. والفاظ بقى، شويه الفاظ حلوين كده في النص. طبعا كان الاوبر الحمد لله من ستر ربنا ان هو جه وانا مشيت. قعدت طول الطريق من قاعده، من اول ما قعدت في الاوبر لغايه لما وصلت الجامعه وانا عماله افكر: هو الراجل ده حياته كلها مع الست دي ممشيها بنفس النمط؟ يعني الطريقة المتسلطة الغير مبررة مع الست دي بقيت حياتهم واللي فات من عمرهم، هما تقريبا في الخمسينات هما الاتنين، بقيت حياتهم واللي فات من عمرهم كانوا مقضينه كده. يعني هل الست دي قعدت حاجة و30 سنة مثلا قاعدة مع الراجل ده بنفس الطريقة المتسلطة؟ قولا واحدا، اي راجل بيتكلم بالطريقه دي، انا مش عايزه ان انا اعممها، ولكن الطريقه اللي انتوا سمعتوها مني دي ما تجيش حاجه جنب اللي انا شفتها بعيني وسمعتها بودني. طلع من شخص هو عايز يتسلط وعايز يثبت لنفسه انا كلامي هو اللي ماشي، غير مبرر. يعني معظم الناس اللي انا مثلا بكون مش بنتقدهم، ولكني ممكن يعني انتقد شويه تصرفاتهم، بتكون تصرفات عاديه عاديه، لكن ده غير مقبول بالمره. لما تكون الست دي مملكتها، بغض النظر بقى دي شقتها مش شقتها، حتى لو كانت اي حاجه، الطريقه نفسها اللي يعني انا دلوقتي هناقش معاكم الطريقه اللي طلعت من الراجل ده. واحد عايز يدي اوردرز للست اللي معاه وتنفذهم بنفس الترتيب بنفس الطريقه بالحذافير، ولا وكمان العقاب. ما هو الشخصيات اللي زي دي بيكون في عقاب لو ما لقاش الحاجة اللي هو عايزها اتعملت بالترتيب. يعني لو عملت أوضة المعيشة مثلا قبل ما تعمل الأكل هيبقى نهارها أزرق، هتبقى مصيبة سودة، هتبقى كارثة. فمن هنا أنا بقول لكم إيه، في نوعية شخصيات سواء راجل أو ست، وفي ستات برضو كده، بس لأن الراجل هو الشخص اللي القوام عليه، وإن هو مفروض إن هو يطاع، والمفروض ان الست دايما بتقول له حاضر شبيك لبيك، فبتبقى السلطة اكبر منه على الست، اكتر من الست يعني لو كانت هي دي شخصيتها. فالانماط دي يا ترى نتعامل معاها ازاي؟ انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان من اهم طرق التعامل مع الشخصيات دي هي ان انا احط حدود واضحه. يعني ايه حدود واضحه؟ يعني انا هخلص شقتي بالطريقه اللي تناسبني، انت شوف انت بتعمل ايه في الشغل وانا بخلص اللي بعمله. يعني بالعقل كده، ربنا مدينا عقل نميز بيه. هل دي طريقه صحيه سليمه صحيحه عقليه؟ اكيد لا. فما تجيش حد
من الناس اللي انا بقابلهم على السوشيال ميديا، لو نزلت اي فيديو ولا اي بوست يقول اصل انتي متحيزه للستات عن الرجاله، انتي بتقومي الستات. يا جماعه هي دي اللي انا النماذج اللي بقولها دي فيها تحيز؟ فيها اصلا نقاش؟ ان انا احط حدود في اي علاقه انا فيها مهم جدا. ان انا اقول لا على الحاجات اللي مش هقدر اعملها مهم جدا. ان انا يكون لي مساحتي في اداره حياتي وبيتي مهم جدا. المشوره واجبه، ولكن في حدود التخصصات اللي موجوده. انا تخصصي في البيت ان انا اخلي بالي من الولاد واروق واكنس واعمل الاكل، وتيجي تلاقي حاجتك متوضبه ونظيفه وزي الفل. مالكش دعوه ايه اتعمل قبل ايه ما اتعملش، دي كلها مسؤوليتي على حسب قدرتي وصحتي ونفسيتي واقدر ولا لا. فمش كده يا جماعه، مش كده. معظم الرجاله اللي بتعمل اسقاط على اجزاء من ضعف شخصيتها على الست بحجه ان انا الراجل وانا اللي فاهم وانا اللي بعمل وانتي اصلا تسمعيني وبس، ولو عملتيش اللي انا بقول عليه تبقي شخصيه او ست عاصيه وست ناشز وما بتسمعش الكلام. دي امراض، دي حاجات لازم يا ستات تاخدوا بالكم منها. مش كل راجل بيحاول يمارس سلطته بطريقة نفسية مش سوية المفروض تسمعي كلامه. في ستات طبعا بتمشي الدنيا وتقول خلاص علشان ما يعملش مشاكل، وغالبا هيعمل مشاكل علشان الولاد، وغالبا الاشخاص اللي زي دول بيساوموا بالمصروف وبيساوموا بالاكل وبيساوموا بالشرب وبيساوموا بالضحكه اللي بيضحكوها في وشك. فدي انماط غير سويه. فعلشان نتعامل مع انماط غير سويه لازم احنا نكون عارفين حد السواء بتاعنا، ونبدا نشتغل على نفسنا في تقويه شخصيتنا في الجانب الايجابي، وضع حدود واضحه، واقدر احط لنفسي مساحتي واحط لغيره مساحته معايا.